إسبانيا تكرغلات، أو جزء من الإعلام الإسباني أو جزء من الإسبان تكرغلوا. ملي كتسمع ما يقوله بعض المحللين وبعض الإعلام وبعض السياسيين في إسبانيا حول المغرب بخصوص هذه الأزمة الحالية، أزمة ديال الهجرة، وكأنك كتسمع الإعلام الإعلام الشوشعي في الجزائر، وكأنك تسمع هذاك بن حفصة ولا حفصي ولا هذاك بونيف يتحدث، أو لا هذاك الوجوه، وجوه البؤس ديال الإعلام الجزائري كيتحدثوا على المغرب. الخطاب المستعمل، اللغة المستعملة، وكأنك تسمع الجزائريين يتحدثون. راه وصل لهم العظم المغرب وصل لهم العظم، بمعنى يعني يشكل عقدة لبعض الإسبان. لا أعمم بطبيعة الحال، ليس كل الإعلام الإسباني يتحدث بهذه الطريقة حول المغرب، ليس كل السياسيين الإسبان يتحدثون بهذه اللغة عن المغرب. لا يجب أن بطبيعة الحال أن نعمم، ولكن نتحدث عن جزء من الإعلام وجزء أيضا من الطبقة السياسية والنخبة السياسية، وحتى من يسمون أيضا بالمؤثرين في السوشيال ميديا الذين اقتبسوا بعض المصطلحات وبعض يعني الطريقة ديال التناول ديال المغرب، الطريقة ديال التناول ديال المغرب من خلال نعطيهم مجموعة من الأمثلة باش تفهموا علاش هذه القضية ديال أنه جزء من هذا الإعلام وجزء من هذه الطبقة السياسية تكرغلوا أو تكرغلات من خلال الخطاب المستعمل. كاينة أولا نظرية المؤامرة. هاد نظرية المؤامرة مولفينها حنا كنسمعوها عند الإعلام الجزائري وعند السياسيين الجزائريين. فوق ما توقع شي مشكلة عندهم، شكرا أخي فؤاد، كل ما كيوقع شي مشكل عندهم المغرب مؤامرة مغربية، مؤامرة ديال المخزن. الآن هاد نظرية المؤامرة منتشرة بزاف عند الإسبان، هم أنفسهم أيضا يتحدثون عن نظرية المؤامرة، وأن إذا لم يكن المغرب بوحده اللي من وراء هذه المؤامرة، فإنه ضمن واحد مؤامرة دولية ضد إسبانيا. هذا الأولى. أيضا الإسبان أو جزء من الإسبان كيتحدثوا على الحدود الموروثة عن الاستعمار. هما كيقول لك سيدي بأن راه هاد الحدود هذه هي اللي كانت قبل الاستعمار بحال الجزائريين، فراه ما خصكش تبدل فيها حتى شي حاجه. راه يعني ما تهضر لياش بانه راه سبتها كانت مغربيه ولا مليليه او الجزر او الى اخره. الحدود الموروثه على الاستعمار يتحدثون بهذه اللغه ايضا. الإسبان تعلموا من الجزائريين كيفيه تزوير التاريخ. يعني الآن يتحدثون بعض الإسبان ويقولون بأن المغرب لم يكن موجودا قبل 1956. هذه الكلمات أو هذه اللغة كنا كنسمعوها عن الجزائريين، هما اللي كيقولوا بأن المغرب راه ما كانش قبل 1956. باش يردوا علينا حنا كنقولوا لهم نتوما ما كنتوش قبل 1962. يعني جزء من الطبقة السياسية الإسبانية، محللين ايضا اسبان، اعلام اسباني كيقول لك سيدي بان المغرب لم يكن موجودا قبل 1956، والمغرب كان موجودا قبل حتى ان تكون دولة اسبانية. اذا نفس العقدة ديال التاريخ ايضا اللي عند الجزائريين نفسها عند جزء من الاسبان وجزء من الاعلام الاسباني. عقلية معاقبة المغرب أو الضغط على المغرب كما هو الحال عند الجزائريين أيضا موجود عند هاد الناس في إسبانيا. يتحدثون عن العقوبات الاقتصادية، يتحدثون عن الضغط من خلال الشراكة الاقتصادية المغربية الإسبانية، من خلال آليات ديال الاتحاد الأوروبي. يتحدثون أكثر من ذلك عن منع المغرب من المشاركة في تنظيم كأس العالم.
وهي نفس الهضرة اللي عند الجزائريين. الجزائري الآن الحلم ديالو ماشي يكون عنده الماء 24 ساعة في النهار في الدار ديالو، أولا الضو ما يتقطعش عليه. الحلم ديالو أن المغرب ما ينظمش كأس العالم، هذا هو الحلم ديالو. المهم يكون عنده ماء، ما يكون عنده ضوء، ما يكون عنده طريق، ما يكون عنده حتى حاجة، ملي عنده خدمة الدينار يبقى مفلس. المهم المغرب ما ينظمش كأس العالم. نفس هذا الطبقة أو هذا الجزء من الإسبان الآن أصبحوا يتحدثون عن هذه المسألة، استحضار بعض يعني النزعات الانفصالية في المغرب. الآن لم يعودوا يتحدثون فقط عن الصحراء الغربية المغربية، وإنما الآن يتحدثون أيضا عن الريف. وبعض منهم يدعو يعني الحكومة الإسبانية إلى التعاون مع ما يسمى بالحزب الوطني الريفي، الذي ولد من رحم المخابرات الجزائرية. يعني نفس الخطاب اللي كاين عند الكراغلة، غير هو أنه الكراغلة يعني كلهم الطبقة السياسية كلها، الإعلام كامل، جزء كبير من الرأي العام الكرغولي أو الجزائري يؤمن بهذه الأمور، بينما يعني علينا أن نكون منطقيين وواقعيين. في إسبانيا فقط يعني جزء من الطبقة السياسية قليلة جدا، والإعلام المرتبط بها، وإن كان أن الصوت ديالهم الآن عالي نظرا لهذه الأزمة. إذا كنا نقول بأن الإسبانيا تكرغلت أو جزء من الإسبان تكرغلوا، فنحن نعني ما نقول. يعني هذه ليست مجرد مزحة أو مجرد فكرة ممكن أن نطلقها على عواهنها هنا في يوتيوب أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هي حقيقة واقعية في الميدان، في الخطاب الإسباني، في الإعلام الإسباني عند بعض السياسيين. وبالتالي فماذا أصاب هذا الإسبان؟ هل هم تأثروا بالخطاب ديال الكراهية عند الجزائريين تجاه المغرب، خطاب الكراهية وخطاب العداء عند الجزائريين تجاه المغرب، أم أنهم يعني هم أيضا بالفطرة يكرهون المغرب نظرا للماضي الاستعماري، وأيضا للخلافات اللي كانت في هذه المنطقة، والصراعات الحضارية اللي كانت هنا في المنطقة، وما زالوا يعتبرون بأن المغربي أو ينظرون إلى المغربي بالصورة ديال المورو، ذلك الشخص الذي يعني يريد افتراس الإسبان ويريد أكل إسبانيا ويريد السيطرة على إسبانيا ويريد نشر الثقافة الثقافة الإسلامية بإسبانيا إلى آخره. إذن هذه كتبقى أسئلة، ولكن ما هو يعني حقيقي الآن هو أن جزء من الطبقة السياسية الإسبانية فعلا تكرغلت